اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد رجاء، نسألك في هذه الأيام المباركة، أيام التشريق والتكبير والتهليل، أن تفيض على قلوبنا من رحمتك، وأن تغمر بيوتنا ببركاتك. اللهم لبيك وإن لم نكن بين الحجيج ملبين. اللهم إنا حبسنا العذر عن الطواف في بيتك الحرام، فإن قلوبنا تطوف بكعبة رضاك، وأرواحنا تقف بخشوع في رحاب عفوك. اللهم اكتب لنا ولكل مشتاق ولكل من زرفت عينه شوقا لرؤية بيتك حجة قريبة تقر بها الأعين وتطمئن بها القلوب، حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. يا كريم يا غفور، اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام مناسكهم، واغفر لهم الزلات، واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، واعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين قد غسلت ذنوبهم كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واجعل لنا من دعائهم نصيبا، ومن رحمتك التي تتنزل عليهم كفلا ونصيبا. إلهنا ومولانا، مع إشراقة عيد الأضحى المبارك نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل هذا العيد فرحا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، ورزقا لكل محتاج، واستجابة لكل دعوة خفية تضج بها صدورنا. اللهم طهر قلوبنا من الهم والحزن، واملأها بالرضا واليقين، واجعل أضاحينا مقبولة وطاعاتنا موصولة، واجمعنا دائما على طاعتك ومحبتك. اللهم إنها أيامك الفضيلة، فلا تخرجنا منها إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وفرجت كروبنا وكتبتنا من أهل الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وتقبل الله طاعتكم، وعيدكم مبارك.